يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. بديل الكريم شانتيه في البيت بنفس قوام وطعم الكريم شانتيه ويمكن أتقل منه كمان، وبمكونين 2 بس، وطعمه ما يختلفش عن الكريم شانتيه في أي شيء. ممكن تضيفيه على أي نوع من أنواع الحلويات، أرخص وأوفر من الكريم شانتيه اللي بتشتريه. وأنا داليا، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي على اليوتيوب، لايك وشير لو عجبك الفيديو. معانا هنا بولة ناشفة ونضيفة، ولكل ست بيت بتعمل حلويات كتير بتستخدم فيها صفار البيض وما بتحتاجش البيض. اوعي ترمي. عارفة البيضة بقت بكام دلوقتي؟ بقت بكتير، مفيش حاجة عندنا بتترمي خالص. عندي هنا بياض 5 بيضات، بنزل عليهم ب5 معالق سكر ممسوحة، يعني معلقة السكر مش هرمية، لكل بيضة معلقة سكر كبيرة ممسوحة، مع كيس فانيليا. ولمدة دقيقتين هضرب بالمضرب اليدوي وعلى نار متوسطة. هحط حلة مرتفعة مالية لحد ربعها بس مية. أول ما المية تغلي هبدأ إني أوطي النار وأخليها شمعة، وأحط البولة اللي فيها البيض في الحلة، بس بحيث إن المية ما تلمس البولة، يعني المية يبقى فيه مسافة أمان بينها وبين البولة اللي فيها البيض عشان البيض ما يستويش. وأول ما تحطيها فوق الحمام المائي بالمضرب اليدوي على طول إيدك فيها، لأني لو سبتي بياض البيض ولو حتى الوقت صغير جدا هتبصي تلاقيه عمل كتل وبدأ يستوي. وإحنا بنعمل الخطوة دي ليه؟ أول حاجة بندوب السكر كويس جدا. تاني حاجة البيض فيه بكتيريا اسمها السالمونيا، لما بنعرضه للحمام المائي كأنك بتطبخيه فبتقضي على البكتيريا. ربنا يحفظنا ويحفظ ولادنا. الخطوة دي بتاخد من 6 ل8 دقايق. بتفضلي حاطة البولة فوق الحمام المائي بتضربيها بالمضرب اليدوي، وتاخدي بالك وانت بترفعي البولة من الحلة انها بتكون سخنة. هتسيبيها تهدى دقيقتين 3 وتجهزي المضرب الكهرباء وتضربيها من 6 ل8 دقايق على سرعة متوسطة. قوامها هيتقل وحجمها هيزيد، وهتاخد نفس الشكل وطبيعة الكريم شانتيه لما تكوني بتضربيه بالمضرب الكهربائي بالظبط. قوامها كريمي ناعم ومتماسك وتقيل جدا، يمكن أتقل من الكريم شانتيه نفسه، لأني أساسا المكان اللي أنا بشتغل فيه حر جدا، فالمفروض إن هي ما تبقاش متماسكة كده. وده اختبار الثقة. بقلب البولة اللي فيها بياض البيض ما بيقعش منها حاجة خالص. وزي ما قلتلك لو انتي شغوفة بالحلويات وحلويات كتير بتحتاج منك صفار البيض بس مش بياض البيض، بدل ما يترمي استخدميه، استغليه واعملي منه كريم شانتيه أوفر وأرخص من الجاهز بكتير، وفي نفس الوقت هيسعفك. طعمه ما يختلفش عن الكريم شانتيه الجاهز نهائي. وانا هنا كنت عامله صينيه ام علي، على طول حطيتها على وش صينيه ام علي واستفدت من بياض البيض اللي كان فاضل عندي، لان انا كنت عامله تراميسو وبصراحه بياض البيض ده كان زياده عندي، يعني انا ما كسرتش بيض مخصوص للوصفه. جربي الوصفه دي هتعجبك جدا، امنه وصحيه ليكي ولولادك. جربيها إن شاء الله هتعجبك. دخليها في حلويات كتير وبألف هنا وشفا.